إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها جميعا. معاشر المؤمنين، مرت بنا أيام بل شهور كثيرة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وعطلت المصالح وباعدت الأبدان وأزهقت الأرواح وهزت المشاعر وخلفت الآلام والآمال على شتى المستويات وأحدثت تغييرات في حال الناس ومنحتهم هذه المحنة دروسا وعبرا. وقد اتخذ العالم إجراءات واحترازات لحفظ النفوس والأبدان من هذا الوباء الذي استشرى في العالم خطره وبان ضرره. إن هذه الإجراءات والاحترازات المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء التي اتخذتها السلطات الصحية في العالم جاءت معظمها متوافقة مع الشريعة المطهرة، فحفظ الأرواح والأبدان من مسؤوليات الحكام بعد رجوعهم إلى أهل العلم والاختصاص. والواجب على المرء أن يصون نفسه وأنفس من يعولهم ويحافظ على سلامتها ويجنبها كل ما يضر بها قدر الإمكان، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمحافظة على سلامة النفوس والأبدان من كل ما يعرضها للسوء من آكد الواجبات في الشريعة الإسلامية. وتقرر ذلك قاعدة المنع الضرر والإضرار فلا ضرر ولا ضرار. معاشر المؤمنين، التوكل عبادة قلبية جليلة، وهو صدق الاعتماد على الله تعالى مع فعل الأسباب. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، وكان يتعالج ويعالج، وإذا قاتل العدو يلبس الدروع ويحتمي، بل لبس درعين في غزوة أحد، وهذه وقاية من شر الأعداء. وقد وجه الإسلام إلى ضرورة التداوي من الأمراض والأوبئة والأخذ بأسباب الشفاء والعلاج والأدوية التي يوصي بها الأطباء والمختصون. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهم. والتطعيم، معاشر المؤمنين، والتطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج والمأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، ولا سيما في الأمراض الوبائية التي يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه. ويعتبر تطعيم الأشخاص ضد وباء كورونا علاجا وقائيا من المرض الذي يخشى منه قبل وقوعه، وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر بالطب الوقائي.
وقد أقر الإسلام هذا المبدأ، فقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من تمر العجوة لم يضره سحر ولا سم، كما أقر بما ورد من قواعد الحج الصحيح في مرض الطاعون عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وإن دفع الأمراض بالتطعيم لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب الظاهرة التي نصبها الله تعالى، مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. وقد يكون ترك التطعيم إذا ترتب عليه ضرر تقصيرا، كما قرره أهل العلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عن تطعيم الحمى الشوكية: استعمال هذه الإبرة ليس فيه بأس ولا ينافي التوكل، بل هو من فعل الأسباب النافعة التي يدفع الله بها الشر. انتهى كلامه. إن أخذ التطعيم مستحب، فهو من باب الأخذ بأسباب الوقاية. وقد قامت هذه الدولة مشكورة بتأمين التطعيمات مجانا للمواطنين والمقيمين، وأكدت الجهات المختصة سلامة اللقاح وأهميته وضرورة الأخذ بالمعلومات الصحيحة من مصادرها، والتحذير من الأخذ من المعلومات المغلوطة. فواجبنا التعاون مع هذه الجهود والتوعية بأهمية أخذ التطعيمات للمساهمة في إنهاء هذه الجائحة. والدين الإسلامي دين شامل ومتكامل ومستوعب للحوادث والأزمنة والأمكنة، وليس حاجزا ضد الوقاية من هذا الوباء وغيره، بل هو حافز للبحث عن التدابير الدنيوية والوقائية من نتائج العقول والتجارب البشرية. فكل جهد للوقاية والعلاج مطلوب ومرغوب، وتزكيه النصوص الشرعية، وهي مقتضى مقاصد الشريعة وقواعدها. فالإسلام جاء لتحقيق خير الناس وسعادة الدارين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه امتثالا لأمره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله حق تقوى، وتوكلوا على ربكم واحسنوا الظن به، وتحسنوا بالذكر والدعاء، وخذوا بأسباب الوقاية والحماية المشروعة من الأوبئة والأمراض. وعلى الأمة أن تراجع نفسها وتعود إلى ربها وتعتصم بحبله وتجتمع ولا تتفرق، امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه امتثالا لأمره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم يا الله، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. وأقم الصلاة.